حكم قضائي يدين متلاعبين بزيت الزيتون. قضت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بالحبس النافذ في حق 4 أشخاص لتورطهم في ترويج وحيدة زيت الزيتون المغشوشة وتزييف مواد غذائية موجهة للمستهلك. فقد أدانت الغرفة التلبسية بالمحكمة المذكورة المتهمين الأول والثاني بسنة حبسا نافذة مع غرامة مالية قدرها 20,000 درهم لكل منهما، فيما تم الحكم على المتهمين الآخرين ب10 أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 20,000 درهم لكل منهما، مع تحميلهم جميعا الصائر والإجبار في الأدنى. وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكية بالفقيه بن صالح قد أوقفت في إطار الحملات التي تقودها ضد تجار زيت الزيتون المغشوشة عددا من المشتبه فيهم في خلط زيوت نباتية بالماء وأوراق أشجار الزيتون ومواد أخرى متنوعة من أجل إنتاج خليط من الزيوت المغشوشة يتم بيعه للمستهلكين بأثمان منخفضة عن سعر زيت زيتون طبيعية. ما رأيكم في هذا؟